الاب ديالي زوجني لواحد خونا تكرفز عليا وتعدى عليا ديال بصح تعدى عليا الله ياخذ فينا عقفة النار، وباش نطلق منه حاربت عائلتي كامله، وقررت انني نكمل طريقي بوحدي ونعيش بوحدي ونسكن بوحدي على قبل انني قررت انني نطلق في 15 عام. هادشي اللي واقع لهاد السيده كيوقع على بزاف ديال المغربيات، بزاف ديال المغربيات كيعانيو في صمت بسبب الغباء ديال الاباء والامهات. اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو يبارطاجي الفيديو ويعطي الراي ديالو بكل موضوعيه. نخليكم مع القصه ديال السيده ومن بعد نعلقوا عليها. في 15 عام خدمت في حي الصناعي وكنخدم من الفجر حتى 8 ديال العشيه، واحد التماره وواحد العذاب كلشي كتبان لي بحال شي دجاجه مشويه بحال شي حوته، كلشي باغي ياكل باغي يفترس كاريه بيت في السمية. حتى بعض المرات كنقول ما كرهتش الدريات اللي كبروا في ديورهم كبروا مع عائلاتهم تداروا 26 عام تقراو تخدموا على خاطرهم. كون كان داك البرنوس يهضر كون يهضر على ديك الكعطه اللي كنت كنضربها على رجليا، ما عنديش حتى فلوس الطاكسي، ديك 10 دراهم ديال الطاكسي ما عنديش من الفجر وانا كنضرب في التماره حتى 8 ديال العشيه ونرجع عاوتاني على رجلي وكنضرب غماتين. نهار المخير كنشد مطيشه كنقسمها وكنديرها في المقله وكنرش عليها الملح. هذا النهار المخير اللي كناكل فيه، ولا النهار المخير عندي الزرده كناكل فيه الطون. وتقاتلت وقفت على رجلي وخدمت ومشيت لي دومين اللي ما قارياش فيهم وفهمتهم وقريتهم وعندي داك الجهد وباغا نتعلم وباغا نعرف وباغا ندير، والحمد لله سيدي ربي يسر ليا. ومن بعد كريت من داك البيت درت برطمه ومن بعد وقفت على رجليا. هادشي كامل انت كتقاتلي وانت كتحاربي. ودابا في عمري 22 عام قسما بالله. انا علاش ديما كنقول لكم انا ما عنديش 22 عام، دوزت اللي ما دوزاتوش وحده عندها 60 عام دابا ما دوزاتوش، دوزت الحرب ما وبنادم هو ما كيقيلكش كيشوفك انت انسانه معذبه اصلا. ربي اللي عالم بك ما خليتي ما دوزتي وما كان اديش. وقسما بالله العلي العظيم عمرني اديت شي حد ولا هضرت في شي حد ولا سحرت لشي حد ولا ضربت مع شي حد مسالمه. كنعد راسي وكندوز كنغوت وعصبيه، ولكن عمرني وصلت بيا نادي شي حد. ما عرفتش بنادم اللي كيكون قلبه حنين وكيكون قلبه بيض وكيكون قلبه صافي كيتهدى في هاد الحياه بزاف كثر من هذاك الشرير اللي كيكون ولد الحرام. انا ما ندماش على هادشي كامل اللي عشت كيف قلت لكم. الحمد لله ربما سيدي ربي اختارني. الحمد لله انني كنت سبب خواتاتي كملوا قرايتهم كيف ما بغاو، عاشوا كيف ما بغاو، تزوجوا بمن بغاو، كملوا حياتهم كيف ما بغاو. الحمد لله مني بعد انا كنت هذاك فأر التجارب، ولكن خواتاتي دابا ما داش عليهم داكشي اللي انا داز عليا. انا كنفتخر وتا عقليه والديا تبدلات ل100 درجه باش تبدلي لهم عقليتهم اللي تبنتهم اللي هما خاصهم يبدلوا لك عقليتك، تبدل لهم عقليتهم. اي اب ولا اي ام رأفوا حنوا في ولادكم حيت لما حنيتوش فيهم غيبقاو يقلبوا على الحنان في ولاد الناس كاملين وبنات الناس كاملين، وغيلقاو غير الدياب اللي غيجزرهم. حنوا في ولادكم وفي بناتكم وخليوهم يقراو يكملوا قرايتهم، وجهوهم علموهم الدين، علموهم الرصيد. انا الحمد لله والديا بعدا من واحد الناحيه انني ما درتش. الاخوان هاد القصه ديال السيده اللي كتضر في الخاطر فريمون كتضر في الخاطر بزاف، والضحيه دائما البنات. هاد السيده كنوجه ليها تحيه كبيره من هاد المنبر اللي صبرات وقومات. وهاد القصه الاخوان راه للعبره، هاد القصه للعبره. كنتمنى كلشي بارطاجي هاد القصه توصل الاباء والامهات. خاصكم تعرفوا لمن تعطيو بناتكم، ماشي اي واحد جا وقول ليه مرحبا. راه بنادم صعيب في هذا الوقت. البنت امانه عندك، خاصك تهلا فيها حتى يجي اللي يستاهلها، ماشي اي واحد. شحال من وحده مشات ضحيه ديال الغباء ديال الاباء. نتمنى كلشي يستافد من هذه التجربه ديال هذه السيده. القصه كتجي ثاني بواحد الرساله للبنات اللي كيتقاتلوا في هذا الزمان، البنات اللي كيتقاتلوا صابرين، ما تستسلموش نهائيا. ربي كبير وغادي يعوض لكم ديك المحنه اللي هزتو منها. لذلك كنتمنى الاخوان اي واحد كيشوف هذا الفيديو دعموا، لعل وعسى توصل الرساله وكل شيء يستافد من هذه التجربه ديال هذه السيده.